بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حبايبي، إن شاء الله الذكر بتاعنا في الفيديو ده هيبقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده هيبقى الذكر بتاعنا، عايزين باستمرار على لساننا ذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين مع بعض المنظر الجميل ده؟ شايفين صينية لحمة الراس الجميلة ديت مع بعض؟ عملتها بطعم خرافي جدا. يلا بينا هنشوف مع بعض المنظر. ما شاء الله، روعة جدا، يفتح النفس. حاجة كده فاخر من الآخر زي ما بيقولوا. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا على بركة الله. ما ننساش الذكر بتاعنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معايا هنا لحمة الراس. بصراحة ولادي ما كانوش بيحبوها، يسمعوا كلمة لحمة راس كده يبقوا مش متقبلين الموضوع خالص. فعملتها لهم النهاردة الصينية اللي احنا شفناها مع بعض ديت بطريقة جميلة جدا، عجبت الكل الكبير والصغير. يلا بينا نبدأ ونشوف عملناها ازاي مع بعض. جبت حلة كبيرة كده ونزلت فيها بمادة دهنية، سمنة، زبدة، زيت، اللي حابب كل واحد زي ما حابب. وهنزل باللحمة هشوحها كويس كده في المادة الدهنية كده مع بعض. ما ننساش الذكر بتاعنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هقلب كده اللحمة بتاعتنا تقليبة خفيفة كده، وهغطيها وهسيبها لما تسرد ميتها براحتها، وبعدين تتشوح ونرجع نشوفها مع بعض. ما ننساش الذكر بتاعنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. زي ما احنا شايفين مع بعض كده اللحمة بدأت تسرد مية كده، فهسيبها لحد ما تنشف خالص وتبدأ تاخد اللون الجميل. انا برضو بغطيها وبسيبها لحد ما تشرب المية بتاعتها ديت ونرجع نشوفها مع بعض. شايفين كده ما شاء الله اللحمة بعد ما اتشوحت معانا كده مبقاش فيها مية خالص كده، وشربت المية بتاعتها كلها. هنزل بقى كده عليها بالمية المغلية عندي. هنزل بمية مغلية كده، يعني قيمة نص الحلة كده. هغطي اللحمة علشان اللحمة تستوي وهسيبها لحد ما تستوي. واثناء ما هي بتغلي كده لو حسيت ان هي محتاجة مية تاني علشان تستوي هزود مية، برضو مية مغلية، مش هزود مية ساقعة. وعلشان هسيبها لحد ما تستوي خالص، عايزاها تبقى مستوية. هنزل دلوقتي عليها بشوية فلفل اسمر بس عشان تديني ريحة جميلة للحمة بتاعتنا. وهغطي بقى اللحمة وهسيبها، مش هحط لها اي اضافات تانية خالص، وهسيبها لحد ما تستوي ونرجع نشوفها مع بعض. ما ننساش الذكر بتاعنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين كده بعد شوية من الوقت اللحمة بتاعتنا يعني بدأت تدخل في السوى. برضو انا هسيبها بشوية المية اللي فيها دول لحد ما تستوي خالص ونرجع نشوفها تاني مع بعض. هقطع بقى الخضار ونرجع نشوف هنعملها ازاي مع بعض. معايا هنا بصل وطماطم وفلفل الوان، ومعايا قرن فلفل حامي كده اللي بيحب الحامي. هبدأ اقطع الخضار بتاعنا جوليان كده، علشان انا بحب الفلفل كده يبقى باين في الاكل بتاعنا. الفلفل الالوان مفيد جدا زي ما احنا كلنا عارفين، فعشان كده تلاقوني بدخله في كل الاكل.
نجدد النية مع بعض. اللهم اجعل عملنا خالص لوجهك الكريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا خالص لوجهك الكريم. ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين. اللهم اجعله إطعام طعام وصلة أرحام وتعاون على البر والتقوى، إدخال الفرحة والسرور على قلب الأسرة والأولاد. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الأخضر كمان. وما ننساش الذكر بتاعنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هركن كده الفلفل على جنب واكمل التقطيع من الخضار معاكم. معانا البصل برضو هقطعه أجنحة كده، جوانح. ما ننساش اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هخلص البصل كده وهنزل بيه على الفلفل، وهقطع كمان الطماطم بنفس الطريقة برضو. ما ننساش اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وقطعت كمان نص الفلفل الحامي لحسن لقيته حراق جامد. وهنروح بقى نشوف اللحمة بتاعتنا. ما شاء الله اللحمة استوت 100%، وشربت المية بتاعتها، مفيش غير حبة صغيرين كده، فهسيبهم علشان اسوي بيهم الخضار. هنزل بقى بالتوابل بتاعتنا. معايا ملح وفلفل اسمر ونص معلقة شطة ونص معلقة بابريكا وزعتر وروزماري وبهارات لحمة. وهقلب التوابل كويس مع اللحمة. اما ريحتها تبدأ تظهر كده، ما ننساش اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول كده ما التوابل بتاعتنا ريحتها ظهرت، هنزل بقى بالخضار كله على بعضه كده على اللحمة، الطماطم والبصل والفلفل الالوان والفلفل الحامي. وهقلب الخضار تقلبتين كده، مش هخلي الخضار بتاعنا يتهري جامد، مجرد بس ما يدبل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الوان الفلفل والوان الخضار بتدي بهجة كده للاكل، والولاد بتفرح بيها جدا. غطيت بقى اللحمة بتاعتنا وسبتها لما الخضار بتاعنا هيستوي زي ما احنا شايفين كده مع بعض. وكده بقى مش ناقص غير ان اللحمة بتاعتنا تدخل الفرن تاخد اللون الجميل وتخرج نشوفها بالجمال مع بعض كده. هنا احنا هنفضيها في الصينية عشان مش هينفع ادخلها الفرن بالحلة. احنا اللحمة بتاعتنا مستوية والخضار مستوي زي ما احنا شايفين مع بعض كده، فهي هتدخل الفرن في الشواية هتاخد اللون الاحمر الجميل، وهتخرج من الفرن نقدمها مع بعض ونشوفها. ما ننساش الذكر بتاعنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شايفين بسم الله ما شاء الله الصينية بتاعتنا خرجت من الفرن، ما شاء الله على الجمال. فعلا مش لحمة راس، دي لحمة جميلة جدا جدا، عجبت الأولاد جدا وأكلوها بالهنا والشفا. جربوا الطريقة والوصفة سهلة جدا وهتعجبكم. ويلا بقى نغرف الطبق بتاعنا مع بعض. ما شاء الله اللحمة بتاعتنا اخدة اللون الجميل. قدمتها مع رز ابيض وسلطة ومخلل
وكانت سفرة جميلة جدا، عجبت الأولاد وعجبت كل الموجودين. شايفين المنظر؟ بسم الله ما شاء الله. ما ننساش اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والخضار بتاعنا كمان نفسه طعمه جميل جدا، والجوسي اللي نازل من اللحمة دوت بيتقدم برضو مع الرز الأبيض، بيبقى طعمه جميل. مش بحب انشفها جامد، بحب يبقى فيها الجوسي ده. جربوها هتعجبكم بإذن الله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله المنظر والجمال. ألوان الفلفل الألوان مع البصل والطماطم عاملة لون جميل مع لون اللحمة الجميل. شايفين المنظر؟ ما شاء الله. يلا حبايبي، في النهاية اللي يعجبه الفيديو بتاعنا وصل معانا لحد هنا، ما ينسانيش من اللايك والشير والاشتراك في القناة علشان القناة تكبر بيكم ومعاكم وأسرتنا تكبر بيكم. وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.